السلام عليكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى فضاء جديد من برنامج ملف الأسبوع. ملف هذا الأسبوع نخصصه للحديث عن الاستعدادات التنظيمية والمرافقة التحسيسية الخاصة بانطلاق عملية الإحصاء العام للفلاحة في طبعته الثالثة. إذن هذه المناقشة نفتحها مع السيد رقيق حكيم الملاحظ الولائي لعملية الإحصاء العام للفلاحة، سيد زقدو معمر رئيس مكتب الإرشاد والتكوين بمديرية المصالح الفلاحية لولاية سعيدة. أهلا بكما. أهلا وسهلا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا وقبل كل شيء شكرا على الاستضافة الكريمة. نتوجه بتحية طيبة لجميع المستمعين والمستمعات. نعم، شكرا لكم على تلبية دعوة برنامج ملف الأسبوع. إذن نفتح المناقشة بالحديث عن الحدث عملية الإحصاء العام للفلاحة في طبعته الثالثة. بداية نتحدث عن أهمية هذه العملية الوطنية الكبرى التي ستنطلق في 19 ماي القادم. نتحدث عن البعد الاستراتيجي اجتماعيا اقتصاديا وتنمويا على العموم. نعم، عملية الإحصاء العام للفلاحة لها عدة أهداف ولها عدة أبعاد سيادية، لكن قبل ذلك واجب علينا أن نذكر المستمعين وخاصة الفلاحين بمفهوم الإحصاء. مفهوم الإحصاء العام للفلاحة. الإحصاء العام للفلاحة كما هو متكون من الإحصاء وهو العد والحساب. والعام يعني شامل وكلي، والفلاحة هو كل نشاط يتعلق بإنتاج قوت الجزائريين سواء كان نباتي أو حيواني. إذن هي عملية عد وحساب كاملة وشاملة، عملية جرد شاملة لكل ما يتعلق بإنتاج الغذاء سواء كان إنتاج نباتي أو إنتاج حيواني. أما في الميدان الأخت الكريمة هو عبارة عن مقابلة بسيطة سوف تجري بين عون الإحصاء المكون وبين الفلاح على مستوى المستثمرة. سيتم خلالها عون الفلاح سيقوم بطرح أسئلة بسيطة جدا على الفلاح، ثم يقوم بتعبئة استبيان تمت المصادقة عليه من طرف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. من بين الأهداف الأساسية الأخت الكريمة، لا يخفى عليكم أن الفلاحة تعتبر قطاع سيادي وقطاع حساس جدا. أي عملية تمس هذا القطاع تعتبر عملية استراتيجية. خاصة ظهرت أهمية هذا القطاع في ظل التغيرات الجيوسياسية التي يعرفها العالم حاليا. فالغذاء أصبح سلاح فتاك تبتز به دول أخرى. الإحصاء العام للفلاحة سيمكننا من معرفة القدرات الحقيقية للجزائر، سيمكننا من معرفة القدرات الحقيقية في الولاية، سيمكننا من معرفة الأنشطة الرئيسية التي يمارسها الفلاح، سيمكننا من معرفة أهم المنتوجات، أهم الشعب التي يركز عليها الفلاح، سيمكننا من معرفة أهم نقاط القوة وتثمينها ببرامج سياسية، سيمكننا من معرفة مكامن ضعف القطاع وتصويب السياسات التي توجه لهذه الشعب، سيمكننا من إرساء قاعدة بيانية مهمة جدا ستكون خطوة أولى نحو رقمنة القطاع إن شاء الله. نعم، خطوة نحو رقمنة القطاع وتشخيص واقعي للمقدرات والإمكانات الفلاحية المتوفرة على المستوى المحلي وعلى المستوى الوطني بشكل أكيد يسمح بالتخطيط مستقبلا لسياسات تنمية جديدة، تنمية فلاحية ريفية. نعم. طبعا الأخت الكريمة، في علم الإحصاء أنه من غير المستحيل أن تبني خطط استشرافية أو خطط مستقبلية دون امتلاك قاعدة بيانات صحيحة. قاعدة البيانات الصحيحة هي التي تمكنك من رسم الخطط الصحيحة للقطاع، سواء كان قطاع فلاحي أو غيره من القطاعات.
هذه القاعدة البيانات ربما أيضا ستساهم في اكتشاف ومعرفة ربما شعب ناشئة، وستساهم بطريقة غير مباشرة في تطوير مؤسسات ناشئة التي أيضا تولي لها دولة أهمية كبيرة. نعم سيد رقيق حكيم، نتحدث عن الاستعدادات التنظيمية لانطلاق عملية الإحصاء. نذكر بتاريخ انطلاقها، سينطلق يوم 19 ماي القادم، ونذكر تحديدا بتعداد ما هو مسخر من أعوان يعني للقيام بعمليات المقابلة الميدانية مع الفلاحين والمنخرطين في المجال الفلاحي. نعم. وعلى مستوى الولاية أطمئن الجميع أنه من ناحية الموارد البشرية، من ناحية التكوين، أنه لا خوف على ولاية سعيدة من هذا الجانب. ولاية سعيدة تم تجنيد حوالي لغاية الآن 73 إطار عون إحصاء تم تجنيدهم من بداية العملية. هؤلاء الإطارات مكونين من عدة قطاعات، أبرزهم مديرية المصالح الفلاحية والشركاء التي ينضمون تحت قطاع الفلاحة. أبرزهم الغرفة الفلاحية، أبرزهم الاتحاد الولائي للفلاحين في الولاية، أبرزهم المحافظة السامية للشهوب التي سخرت لنا أعوانها للجرد والقيام بعملية الإحصاء في البلديات والمناطق الشعبية. أبرزهم تعاونية البقول وتعاونية الحبوب والبقول الجافة، صندوق التعاضد الفلاحي، وغيرها من القطاعات الأخرى التي لجأنا لها بعد سحب أعوان الغابات لتسخيرهم لمكافحة حرائق الغابات. يعني تم استثنائهم من هذه العملية بغرض القيام بمهمة أخرى وقائية تخص حماية الغابات من الحرائق. نعم. هو لا يخفى عليك الأخت الكريمة وعلى المستمعين أن قطاع الغابات هو قطاع هام وقطاع مكمل لقطاع الفلاحة. كان سحب أعوان الغابات بقرار من السيد وزير الفلاحة والتنمية الريفية لتخصيصهم لمكافحة النيران التي تعتبر أيضا قطعة أساسية، تعتبر الغابات قطعة أساسية من السيادة الوطنية. لا يخفى على الجميع أن الغابة هي رئة الجزائر. نعم. أن الغابة هي أكسجين الجزائريين. نحن نرى سحب أعوان الغابات من الجانب الإيجابي، فلا قدر الله الجميع يعلم أنه إن أصاب مكروه الغابات أن أول قرار سيتخذ هو غلق الطرقات وغلق المسالك، وبالتالي سوف يؤثر على عملية تنقل أعوان الإحصاء. عملية إن أصاب مكروه الغابات سوف يؤدي إلى ارتفاع الدخان، مما سيؤدي إلى صعوبة أيضا عمل عون الإحصاء، سيؤدي أيضا إلى عدم طمأنينة عون الإحصاء. لهذا عملية سحب الغابات وتسخيرهم فقط للحفاظ على الغابة يدخل بطريقة غير مباشرة في الحفاظ على وإنجاح عملية الإحصاء العام للفلاحة. أراها شخصيا رؤية متوازنة. نعم، هو قرار صائب طبعا. نعم. قرار صائب، ورأيناه أيضا من ناحية أخرى الأخت الكريمة أنه بعد سحب قطاع الغابات رأينا هبة لا مثيل لها من شركائنا من قطاعات أخرى. رأينا هبة من قطاع الموارد المائية الذي سخر لنا أعوان، هبة من قطاع جماعات المحلية. يعني فيه دعم بديل، فيه بديل وفيه جهود مكثفة لإنجاح عملية الإحصاء. ولأن لنا النية الصادقة الأخت الكريمة، لقد وجدنا هؤلاء الأعوان من قطاعات أخرى غير قطاع الفلاحة أنهم ذو مستوى معرفي لا بأس به في القطاع الفلاحي، لأنهم ينحدرون من أسر ويسكنون في مناطق ريفية فلاحية. نعم. في سياق حديثكم سيد رقيق حكيم،
أكيد أنكم وضعتم مخطط عمل لانطلاق عملية الإحصاء. متى ستكون وأين تحديدا ستكون انطلاق عملية الإحصاء؟ نتحدث عن مسار جولاتكم الميدانية. نعم. هو الأخت الكريمة حد الآن لم يتم تحديد المنطقة بالذات. ستكون كل مناطق الولاية هي منطقة انطلاق بإذن الله. المسارات حد الآن ولاية سعيدة مقسمة إلى 74 أو 73 منطقة تدخل. سوف يقوم كل عون إحصاء بإحصاء منطقة معينة لا تتجاوز فيها مساحة عدد المستثمرات 290 إلى 300 مستثمرة. وقد رسمنا خطط لمسارات جميع منطقة. وقبل قبل 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 ذلك قمنا ونقوم بعملية تكوين هامة لهؤلاء الإطارات. هي أهم. ماذا عنها؟ نعم. هي محاورها. هذه العملية هي عملية جد حساسة وجد مهمة. لماذا؟ لأنها التي ستفصل بين الفلاح وبين عون الإحصاء. إن تكون عون الإحصاء جيدا وفهم جيدا محاور الاستبيان، سوف يعرف الطريقة الصحيحة لطرح الأسئلة على الفلاح، وسوف يعرف الطريقة الصحيحة لأخذ المعلومات المطلوبة من الفلاح، وسوف يعرف الطريقة الصحيحة لكيفية ملء الفلاح. هذه طريقة لقد تم تكوين المشرفين الملاحظين الولائيين لولاية سعيدة في مركز ولاية عين تيموشنت من طرف مكونين وطنيين، وبالتالي تم نقل هذه الخبرات إلى 17 مراقب ولائي. هؤلاء بدورهم يقومون بنقل هذه الخبرات إلى أعوان الإحصاء. انطلقت هذه عددهم 73 عون إحصاء، ولدينا هم مستفيدين من عملية تكوين. الملاحظين، أتحدث عن تعداد الملاحظين اللي هم مستفيدين يعني من عملية التكوين. هو الملاحظين في الهرم التكويني في هرم هذه العملية يوجد ملاحظين على مستوى الولاية، ملاحظين ولائيين، و17 مراقب على مستوى الولاية. كل مراقب سيتكفل بحول الله بمراقبة 5 أو 4 أعوان. حاليا نملك 73 عون إحصاء على مستوى ولاية سعيدة تم تكوينهم تكوين سيسمح لهم بمواجهة أي صعوبة سوف يجدونها في أثناء المقابلة. وغير ذلك تم وضع خطة احتياطية بتكوين 15 عضو وعون احتياطي إن قدر الله إن أصاب أي عون من العملية. نعم. فقط عدد ورات تكوينية المستفاد منها سيد رقيقي. نعم، إجمالا. نعم، لأنها عملية مهمة. تم انطلاق من 29 أفريل إلى غاية 30 في يومين تم تكوين المراقبين الولائيين 17 مراقب، ومن الخامس ماي وستستمر إلى غاية 16 ماي ستتم تكوين جميع الأعوان الإحصاء. تم تقسيمهم لعدة أفواج من خارج قطاع الفلاحة، ثم أفواج لكل قسم فرعي، وبعدها سيتم الملاقاة بين هؤلاء الأفواج مع الأفواج الاحتياطية إن شاء الله. نعم. طيب، هذا عن عملية تكوين الخاصة بإنجاح الإحصاء العام للفلاحة في طبعته الثالثة. إلى سيد زقدو معمر، رئيس مكتب الإرشاد والتكوين بمديرية المصالح الفلاحية لولاية سعيدة، نتحدث عن المرافقة التحضيرية من الجانب النفسي الموجهة للفلاحين وما قمتم به من جهود تحسيسية إلى غاية اليوم. سيد زقدو. نعم. شكرا أستاذة. أولا أريد أن أشكر إذاعة سعيدة المحلية على الاستضافة للحديث عن هذا الموضوع المهم لقطاع الفلاحة، ليعتبر موضوع جد حساس. جد حساس ومهم، اللي عنده بعد استراتيجي
ممكن أنه يعطي دفعة لقطاع الفلاحة ويولي إلى الفلاحين تاعنا غير بالنفع، اللي هو موضوع الإحصاء العام للفلاحة اللي غادي ندار إن شاء الله في 19 ماي 2024. هذه اللي رانا فيها راح يتواصل وإلى غاية 17 جويلية لمدة شهرين تحت شعار معلومة دقيقة تنمية مستدامة. هذا الشعار اللي دارته وزارة الفلاحة للتأكيد على استقاء أكبر عدد ولا الكم الكافي من المعلومات باش تعطينا نظرة على القطاع الفلاحي. كما نعرف كذلك هذه العملية اللي تعتبر الثالثة من نوعها، وآخر مرة دارت في 2001. نعم. يعني هذه الفترات تبين لنا باللي راه قطاع الفلاحة حدثت فيه تطورات مهمة ممكن رانا نجهلوها، واللي ممكن هي اللي تعيق التنمية المستدامة إلى غاية الحد. تفيد مستقبلا أكيد في التخطيط. أكيد. نعم. واللي غادي يولي الفلاح غير بالنفع. هذا الإحصاء ممكن وهو فرصة كذلك للإصغاء المباشر لانشغالات الفلاحين وتطلعاتهم والآمال، ومنها الإجابة على مختلف تساؤلاتهم. كذلك غادي يعطينا معرفة أحسن بواقع الفلاحة وتحيين المعطيات حسب كل بلدية، ومنها توجيه وتحديد سياسة القطاع على المستوى المحلي ولا الوطني بما يخدم الفلاح ومختلف الفاعلين في القطاع. يعني كاع المشاكل اللي ممكن تكون كاينة في القطاع ممكن غادي يعطينا رؤية إن شاء الله لحالتها. فيما يخص سؤالك سيدتي عن المرافقة التقنية اللي ممكن تدخل فيها مديرية المصالح الفلاحية، كما نعرفوا كاين لجان بلدية يحددها التشريع للقيام بالإحصاء العام، اللي من مهامها أنها تقوم بالإعلام المستثمرين والفلاحين والمساهمة أيضا في تخطيط الوثائق والوسائل المادية والبشرية الضرورية للعملية وتوزيعها وتسييرها، إضافة إلى متابعة الإحصاء على المستوى البلدي والمراقبة تاعه بصفة عامة. في هذا الإطار كانت مديرية المصالح الفلاحية قامت بمراسلة رؤساء الأقسام الفرعية ولا حتى رؤساء الدوائر لإشرافهم على المجالس المحلية بإرسالية تحت رقم 1267 بتاريخ 28 أبريل 2024 تحثهم على تفعيل هذه النشاطات الإعلامية على المستوى المحلي لنقل المعلومة للفلاحين، وهذا بالتنسيق طبعا مع الأقسام الفرعية تاعنا اللي راها متواجدة على مستوى الدوائر. كذلك كانت أقيمت بتاريخ 5 إلى 7 مارس 2024 ملتقى وطني للإطارات اللي تقوم بالتنشيط الإذاعي ولا على المستوى كل الولايات في ولاية المدية، وهذا للقيام الخروج بمخرجات لهذا الملتقى لوضع برنامج تحسيسي يكون على مستوى الإذاعات المحلية كما هو معروف. حتى وزارة الاتصال لها عضو على المستوى المركزي مع وزارة الفلاحة في تنظيم هذه العملية، وبالتالي وضع برنامج يكون فيه حصص اللي رانا مباشرينهم منذ مدة تتحدث عن الموضوع، تشرح للفلاحين، تحسسهم بأهمية الموضوع وعدم التخوف من أي مشاكل ممكن كما نعرفوا تكون كلام إشاعات ولا بين الفلاحين ممكن تخوف الفلاحين من الانخراط في هذا الإحصاء، هذا المسعى. وإحنا بدورنا كإطارات قطاع الفلاحة ماذا بينا نوصحوا الفلاح أنه لا خوف عليهم، ماذا بهم ينخرطوا يتقدموا ونبينوا لهم باللي هذا ما هو إلا لمنفعتهم وسرية المعلومة يضمنها هذا الإحصاء. نعم، لأنه ممكن الفلاح يتردد في منح المعلومات الدقيقة خوف أنه ما يستفدش من الدعم، تبقى بعض الأشياء اللي تغلط الفلاح لازمنا نوضحوها لها. في هذا الخصوص يدخل البرنامج التحسيسي اللي هو ممكن يكون حتى بعد الانطلاقات العملية يكون متواصل كذلك ممكن أننا نواصلوا ولا نكثفوا النشاطات عمل إعلامي مكثف وتحسيسي حتى توصل الفكرة للفلاح ونزيدوا في الانخراط تاعهم في العملية. كذلك ذكرنا النشاطات الإذاعية. كذلك والوسائط الاجتماعية راها تلعب دور كبير
على مستوى الإعلام، وهذا اللي خلانا نستعملوها بصفة مكثفة. رانا واضعين في الصفحة الرسمية لمديرية المصالح الفلاحية كل ما يتعلق بالإحصاء، إعلانات، حتى شعارات رسمية جاتنا من وزارة الفلاحة، آخرها الومضة التحسيسية اللي راها موضوعة على مستوى صفحة مديرية المصالح الفلاحية اللي تتكلم عن الإحصاء، تتكلم عن الأهمية تاعه وكل المعلومات اللي متعلقة بالإحصاء، واللي احنا كذلك ماذا بينا حتى الصفحات الرسمية على مستوى الولاية، مثل صفحات الدوائر ولا حتى صفحة الولاية، الصفحات الرسمية ولا حتى صفحات الجمعيات الناشطين في المجال، في ترويج لهذه العملية اللي من خلالها توصل المعلومة لأكبر عدد ممكن من الفلاحين، وبتزامن مع انطلاق العملية ومع تقدم العملية. نعم، ما فيش سيد زقدو معمر، ما فيش تقارب جواري من قبل الفلاحين، يعني لما سمعوا بأنه فيه عملية إحصاء باش يتأكدوا يعني من المعلومات، من المغالطات اللي يمكن أنهم يسمعوها. أكيد هي سيدتي كما على بالك احنا الفلاحين عندنا الاستقبال على مستوى المديرية في يومين، يوم الاثنين ويوم الخميس، وكذلك على مستوى الأقسام الفرعية الفلاحين يترددوا بصفة متعاقبة على المديرية لقضاء الوثائق الإدارية ومختلف الاستفادة من مختلف البرامج والانخراط فيها. نعم. وهذا اللي يخلي المعلومة تمشي بين الفلاحين وتخلي الإدارة تلقى سهولة في من توصيل المعلومة للفلاح، المعلومة الصحيحة للفلاح حول العملية، وطمأنهم. ونظن الأغلبية يكونوا خصوصا للفلاحين حضروا إحصاءات كانت فاتت من قبل، عارفين أهمية الموضوع. وكذلك نقطة مهمة أيضا كان ندارت إحصاءات التعطيع الحيواني من قبل اللي ممكن خلت الفلاحين، بعض الفلاحين اللي ما خارطوش وتعرضوا من بعد لعدم الاستفادة من برامج دعم مع الشاعر مثلا. نعم. وهذه اللي تخليهم الآن يحرصوا على هذه العملية. نعم، وأكيد أنه عملكم التحسيسي والميداني والتواصل مع الفلاحين راح يكون على امتداد مراحل هذا الإحصاء أكيد إلى غاية 7 أو 19 جويلية، على امتداد شهرين كاملين. نعم أكيد سيدتي. هي فيما يخص لما يكون في عزوف أو تردد. نعم. وهذا الشيء اللي كانوا أكدوا عليه الإطارات الوطنية في خلال هذه الملتقى اللي درناه في ولاية مدية، أن العمل الإرشادي ولا البلان داكسيون لهذه العملية فيما يخص التحسيس والإرشاد يكون حسب التجاوب تاع الفلاحين، حسب الانخراط تاعهم، حسب المشاكل اللي ممكن يتعالجها اللي ممكن تصادفك مع انطلاق العملية. نعم، شكرا لك سيد زقدو معمر. سيد رقيق حكيم الملاحظ الولائي لعملية الإحصاء العام للفلاحة، لو نبرز ما سيتوج عملية الإحصاء تنظيميا، هي بطاقة ليس كذلك أو وثيقة، وثيقة معتمدة ستسمح بالاستفادة من برامج الدولة. نعم. هو عملية الإحصاء العام للفلاحة سوف تتوج بشهادة إحصاء سيستفيد منها الفلاح بدون أن يستفيد من برامج الدولة. نحن عودنا الفلاح أنه في كل مناسبة تكون الجزائر في حاجة إليه سوف يكون مقداما، ولن يبخل بالمعلومة، ولن يبخل بجهده، ولن يبخل بماله وببدنه وبدمه في سبيل إنجاح العمليات التي تمس بسيادة الوطن. في الجانب التحسيسي كما تطرقتم، لا خوف على الفلاح على مستوى السعيدة، لأنه فيه وعي وقد تم تنظيم سلسلة من الإحصاءات سابقا تمس شعب معينة، وقد فهم الفلاح جيدا أنه لا يوجد أي سوء ولا يوجد أي مكروه بعد عملية إحصاء، وقد لمس ذلك ولمسه بالملموس من خلال إحصاء المواشي ومن خلال إحصاء المستثمرات الفلاحية للحبوب التي
التي مستها الجفاف والظروف الاستثنائية المناخية الصعبة. هذا الإحصاء مثله كباقي الإحصاءات سوف يكون ذو بعد استراتيجي وذو بعد سيادي، والفلاح واعي جدا أن المعلومات التي سيقدمها هي معلومات سوف تبقى ذو طابع سري لن تخرج من أسوار المستثمرة الفلاحية. طيب سيد رقيق حكيم، نفتح لكم المجال لدعوة الفلاحين للانخراط بقوة في عملية الإحصاء العام بالفلاحة. نحن في فضاء إعلامي، فضاء إذاعي تحسيسي، لكم الكلمة. نعم، ونحن في شهر ماي، شهر 8 ماي، ذكرى المجازر 8 ماي، أين هب الجزائريون ولبوا نداء الشارع المطالبة بالاستقلال. نطالب جميع الفلاحين بالانخراط أيضا في هذا الشهر لإنجاح هذه العملية وإكرام عون الإحصاء بالمعلومات اللازمة والدقيقة. لكم الكلمة سيد زقدوم. شكرا سيداتي. كذلك كاين عندي نقطة حبيت نشير عليها. نعم. اللي تساعد ممكن قطاع الفلاحة ولا مديرية المصالح الفلاحية في تحسيس الفلاحين، وهي تنظيم الفلاحين والهيكلة تاعهم والصفة المهنية اللي عندهم في جمعيات ولا حتى في تعاونيات. كما نعرفوا مؤخرا ندارت تسهيلات في إنشاء التعاونيات، وهذا اللي خلى معظم على سبيل الذكر المربين راهم متنظمين في تعاونيات. هذه التعاونيات وهذه الجمعيات والمجالس المهنية للشعب الفلاحية ينشطوا تحت إشراف الغرف الفلاحية واتحاد الفلاحين. هذه التنظيمات تساعد مديرية المصالح الفلاحية في نقل المعلومة للفلاحين، في تطمين الفلاحين، في تحسيسهم بالانخراط في هذه العملية. وكذلك ما ننسوش دور الإذاعة اللي عندها دور جد مهم، واللي أكدت عليها وزارة الفلاحة من خلال تخصيص الملتقى الخاص اللي كنت تكلمت عليه، اللي يندرج في تكوين تاع إطارات قطاع الفلاحة وتوصيل المعلومة الصحيحة للفلاح. نبقى دائما متواصلين معكم في عملية وفي متابعة عملية الإحصاء التي ستنطلق يوم 19 ماي لتدوم شهرين إلى غاية 19 جويلية القادم بحول الله. كنا قد وجهنا الدعوة أشير للغرفة الفلاحية لولاية سعيدة للتقرب منها أكثر ومعرفة مدى ملامستها لانشغالات الفلاحين ومدى تواصلها في عملية أو في تسهيل عملية الإحصاء التي ستنطلق. إذن أو فيه نعم تفضل. الغرفة الفلاحية كانت شريك جد استراتيجي في إنجاح عملية التكوين. أيضا مديرية التكوين والتعليم المهنيين من هذا المنبر نشكرهم على جميع المجهودات الجبارة والملموسة والجدية التي لمسناها من إطارات الغرفة ومن إطارات مديرية التكوين والتعليم المهني. نعم، نيابة عنهم فيه شكر وامتنان للجهود المشتركة المبذولة مع قطاع الفلاحة لإنجاح عملية الإحصاء العام للفلاحة في طبعته الثالثة، والذي كان محور مناقشة اليوم من برنامج ملف الأسبوع. شكرا لكم سيد رقيق حكيم الملاحظ الولائي لعملية الإحصاء العام للفلاحة، سيد زقدوم عمر رئيس مكتب الإرشاد والتكوين بمديرية المصالح الفلاحية لولاية سعيدة على إثراء هذا العدد. شكر موصول لكم أنتم أيضا مستمعينا الكرام، للزميل عبد الرحمن الذي رافقني في هذا العدد من برنامج ملف الأسبوع. تقبلوا تحيات حليمة حمليلي ميكروفونيا وإلى اللقاء.